اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. عاملين فيديو حلو جدا جدا، شفته كتير فقلت لازم اجربه. وصفه حلوه جدا جدا، هسمعكم القرمشه. زي ما انتم شايفين عامله ازاي. بنص كيلو بس. عملنا كميه كبيره جدا جدا جدا. سامعين القرمشه عامله ازاي وطريه جدا جدا من جوه وهشة. والكمية دي كلها عملناها، وفي كمان كمية تانية بنص كيلو بس. شكلها حلو مش غامقة. هنضحك بقى على مين ونقول لهم ان ديت كده بانيه عاملينه بالبطاطس المسلوقة. وصفة حلوة جدا جدا جدا، موفرة حلوة جدا واقتصادية. يعني بصوا هتجربوها ان شاء الله وهتعملوها، وهي بصراحة انا جربتها كتير ويعني طلعت حلوة. ممكن نخزنها. داخل علينا خلاص رمضان، ممكن نخزنها وتبقى جاهزة معانا على التحمير على طول. ممكن اللي في المدارس، داخل برضو علينا المدارس، ممكن نعملها برضو لسندوتشات ونديها كمان لولادنا في المدرسة. لو عجبك الفيديو بتاعنا اعملي لايك واشتراك وكومنت حلو من ايديكي، ويلا نسمي الله ونبتدي وصفتنا. معايا 3 بطاطسات على نص كيلو البانيه. 3 بطاطسات مش كبار قوي، يعني حجمهم وسط، وهبتدي ان انا هقطعهم كده تقطيع عشوائي، وهحطهم في حله كده على النار، ولغايه طبعا ما يوصلوا لغايه ما يتسلقوا. تمام. عقبال بقى ما نسلق البطاطس انزلي حالا كده اعملي لي لايك واعملي لي اشتراك، هتلاقي قدامك مكتوبه باللون الاحمر، اتكي عليها واختاري كلمه الكل وتكوني انضميتي لعيلتنا الجميله. تمام. ده كده بالظبط نص كيلو من البانيه، وكان عندي حتتين كده مش مكملين اصلا حاجه فكنت حطاهم عليه. بدات ان انا اقطعه تقطيع عشوائي برضو، مش اي يعني تقطيع عشوائي، لان انا طبعا هفرمه في الكبه. اللي ما عندهوش كبه ممكن يهرسها كده بالمخرطه، هتنعم معاه على طول. يحطها كده في كيسه ويقطعها بالمخرطه الملوخيه. والكبه طبعا عندنا في كل بيت دلوقتي، يعني في كل بيت كده في كبه، بقت الموضوع بقى مش صعب. همسكها بقى طبعا هطحنها طحنه كويسه جدا في الكبه لغايه ما انعمها على الاخر. هعمل كل كميه عندي بنفس الطريقه، وهتاكد ان كل الكميه اللي عندي ناعمه، مش جزء ناعم وجزء طبعا خشن، يعني كل الكميه عندي ناعمه. هنا خلاص كانت البطاطس عندي بقت خلاص، بقت مستويه جدا. برضه نعمتها وفرمتها بنفس الشكل، وبدات ان انا انزلها على البانيه. الكميه عندي زادت الضعف، يعني بصوا، ولو عايزه تزودي بطاطس تاني زودي، ما هتبان خالص ابدا. هنا البانيه عندي ناعم خالص زي ما انت مش شايفه. هنعمل ايه تاني؟ معانا بيضه واحده بس وهننزل عليها بفلفل اسمر معلقه، ومعلقتين كده من الملح. هنزل بمعلقتين من البقسماط الناعم، وهنزل عليهم بمعلقتين من الدقيق. تمام. ما تكتريش عن المقادير بتاعتنا. وهنزل عليهم بالنشا. نشا خطوة مهمة جدا، معلقة نشا، معلقة كركم. بصي حطي بقى بهارات زي ما انت عايزه تحطي، حطي بهارات فراخ براحتك، بس مش عايزين نكتر بهارات كتير عشان لحمها من جوه ما يغمقش معانا. قبل كده عملنا الناجتس، طبعا خشوا شوفوا على الصفحه بتاعتنا، كنا عاملين الناجتس الشركات. كان حلو، بس كنا حاطين بهارات كتيره شويه فيه. فقلت المره الجايه لما اعمل الطريقه ديت هعمل طريقه مختلفه ومش هحط بهارات تاني، فما نكترش بهارات. اخر حاجه بس حطيت العشق بتاعي في البهارات جوز الطيب. تمام. لميت كده البانيه اللي معايا بقى دوت، لميته بحبه زيت كده بنفس الشكل. دعكتها دعكه كويسه، ودمجت كل البهارات اللي عملناها وكل حاجه، وخليتها ناعمه على الاخر. معايا صاج او معاكي صينيه بايركس، معاكي صينيه المونيا مدوره، اي حاجه عندك، معاكي بايركس اي حاجه. تمام. بس بلاش بايركس عشان طبعا هندخلوه الفريزر، فيستحسن نعمل في حاجه المونيا. ودهنت شويه زيت، وعليها طبعا اي كيسه عندك تبقى طبعا نضيفه. وبدات ان انا نزلت بالكميه البانيه اللي عملناها على البطاطس اللي عملناها طبعا، ومحدش ما تقولوش لحد ان هي فيها بطاطس. وبدات ان انا اسويها. اهم حاجه في التجربه بتاعتنا بقى نخليها نفس السوا، يعني ما نعملش مكان عالي ومكان واطي، يعني كله اطبطب عليه كده بايدي
لغايه ما الاقيه كله بنفس الشكل، ما الاقيش حته عاليه وحته واطيه. حطيت من فوق كده بنفس الشكل كده كيسه عشان طبعا العجينه ما تلزقش في ايدي. سويتها تبقى سطحها كله مسطح. تمام. اختكم بقى ما بتعرفش تساوي العلامات ديت خالص، بعمل حته كبيره وحته صغيره، يعني عايزه مسطره في ايدي عشان اساوي الحتت. المهم طلعت حلوه ومحدش قال لا. سويتها بنفس الشكل، وبعد كده عملتها الحجم اللي انا عايزاه. عايزه تعملي اصغر من كده اعملي، عايزه تعملي اكبر من كده اعملي، بس هو دوت الحجم المظبوط. ودخليها على الفريزر لمده ساعتين 3 على الاقل. هنا بقى احضر معايا كوبايه من الدقيق، على نص معلقه من الملح، على نص معلقه من جوز الطيب، ونص معلقه من الكركم. نزلت عليهم حوالي ربع ميه كده، احولها لعجينه سايله شويه. تمام. لغايه كده الفيديو بيشرح نفسه بنفسه. بصوا ببتدي بنزل بالتدريج لغايه ما العجينه عندي تبقى سايله شويه. تمام. هنا هركنها على جنب، وهحضر معايا تاني وصفة. هنا عندي كريسبي من عند العطار، بجيبه بيبقى خشن شوية، بطحنه في الكب عندي وبنعمه شوية زي ما شايفين. الكريسبي ممكن تجيبه ب5 جنيه او ب7 جنيه، الربع باين ب7 جنيه او ب10 جنيه، بجيبه بصراحة بيعيش معايا. هنا بقى الخطوة المهمة ان انا لازم اقولكوا عليها. انا هنا حطيت قطع البانيه او قطع الناجتس اللي احنا عملناها مع بعض، حطيتها لمدة ساعة ونص، يعني ما غابتش معايا، طلع معايا متماسكة وفي نفس الوقت لينة شوية. عشان تطلع معاكي الوصفة مرتاحة كده وانت بتعمليها، طوليها شوية، يعني خليها 3 ساعات لا اقل، او ساعتين كده. او لو عندك درجة الفريزر عندك عالية شوية هتمسك معاكي بسرعة. بصوا هي متماسكة بس لينة شوية، يعني لو اتنت ممكن اتنيها، بس انا كنت محافظة عليها لغاية اخر وقت. يلا بينا كده بقى ايه، نبتدي نجهز وصفتنا. هنزل اول خطوة في الخليط اللي احنا عملناه السايل. بعد كده هنزل على طول على الكريسبي بنفس الشكل، مرة واحدة بس، مش هنزل مرتين، مرة واحدة عشان تبقى خفيفة وما تبقاش تخينة في نفس الوقت. هنا ممكن نخزن ونحط على الفريزر على طول، وفي نفس الوقت ممكن نحمر لو حابه انك انت تحمري وصفتك على طول. معاكي الاتنين، اختاري واحده فيهم. بس انا واحده من الناس بديك النصيحه ان انت لازم تعملي الوصفه ديت على طول وتحطيها في الفريزر، هتنفعك على طول في رمضان ان شاء الله. او طبعا لو انت شغاله، او طبعا لو انت في المدارس، لو انت حباها في المدارس برضو معاكي الوصفات، معاكي الاختيارات قصدي في الوصفه ديت، اللي يعجبك اعمليه. هنا دي كل الكميه اللي احنا عملناها. بنزل على طول في زيت سخن جدا. تمام. بصوا مش حاطه زيت كتير عشان محدش يقول لي بتاخد زيت كتير، انا مش حاطه زيت كتير خالص. هي متماسكه وما شاء الله عليها، ما بتفكش ما بتفتحش. انتوا هتشوفوا بعينيكوا، وانا سايبه لكم الفيديو كده خطوه خطوه عشان ما تقولوش ان انا بفبرك كده الفيديو، سايبها لكم وعماله اقلب فيها. بصوا بقلب فيها كذا مره كده، بثبت لكم اللي هي ما فكتش خالص مني وما بتشربش زيت، يعني برضو حلاوتها اللي هي ما بتشربش زيت. ببتدي اقلبها بنفس الشكل لغايه ما بتوصلي للون الذهبي الفاتح، طبعا ما تغمقيش قوي. ده كده اللون اللي انا طبعا وصلت له. بصوا برضو الزيت ما شربتش زيت مني. الوصفه سهله جدا، جربوها وان شاء الله باذن الله تعجبكم باذن الله، ان شاء الله انا واثقه من كده. والاحلى من في الموضوع كله ان محدش يعرف ان هي جواها بطاطس. عملنا قبل كده الناجتس من غير بطاطس، بس المره دي عملناها بالبطاطس، طعمها حلو جدا جدا جدا. الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا باللايك، وما تبخليش عليا بالاشتراك. كبري قناتي شويه، احنا لسه منزلين الفيديو اللي فات. كنا بقالنا 3 شهور موقفين شغل وموقفين نشر فيديوهات، فحبينا نرجع تاني. يا رب نقفوا جنب بعض، ده مكسب رزق لينا. انا لغايه دلوقتي زي ما قلت لكم مش هعيد الكلام تاني، بس طبعا 2 سنين شغاله على القناه، ولسه كل ما ببتدي اوصل حاجه بترجعني تاني. بالله عليكم ما تخلوناش يعني نيأس، وقفوا جنبنا. انتوا بتقفوا جنب القنوات الكبيره، لا وقفوا جنبنا شويه، وقفوا جنب القنوات الصغيره. مش هتخسري حاجه لو عملتي لايك وعملتي اشتراك. وبس كده، اسيبكم في رعايه الله، وانتظروا اللي جاي باذن الله، ومع السلامه.